شهيد رونا هرمان كوام هيرو دفتا دست مكات كوام جبين أخوي صادقه كارو بارك خي صادقه هيرو بدكه بهدرا بنا خنا هوالي من مجلس إيه ناحية إيه بلدان هوالي من بيبان حاضر مجلس تنفيذي هوالي من حركة لازم ونجيب خير باطل. المرأة الحقيقية اللون الأخلاقي الطبيعي بعيدا عن العنصرية والسلطة، بعيدا عن ذهنية الدولة. يجب أن نتبنى ذهنية المرأة الطبيعية، المرأة التي تحمي حقوقها ومنجزاتها، المرأة الحرة. في جميع الساحات هناك استهدافات معلنة علينا عسكريا، سياسيا ومدنيا. فالدولة التركية لا تترك فجوة حتى تستنفر وتعلن الهجوم علينا بكامل قوتها وكامل عدتها العسكرية. فالحلم العثماني يبرر لها جميع الأعمال الإجرامية اللا إنسانية في باكور كردستان والهجمات على الإدارة الذاتية في الشمال الشرق السوري. محاولة من الدولة التركية تصدير أزمتها الداخلية إلى مناطق الإدارة الذاتية. مما زاد من الأزمة التركية انهيار الليرة التركية مقابل الدولار، وهذا الانهيار أثر سلبا حتى على مؤيدين تركيا الذين أيدوا وأبدوا استياءهم من سياسة أردوغان. أن الدولتين الضامنتين روسيا وأمريكا تغض الطرف عن الهجمات التركية، فآخرها استهداف عائلة جولو في قامشلي واستهداف المدنيين في كوبا بالطائرات المسيرة. أن استمرار الحملات الإرهابية ضدنا، النساء هن سيقفن ضد هذه الحملات ويفرغن هذه الحملات من محتواها الإرهابي. طبعا اسمي لجين السالم، لجنة المرأة بمقاطعة كوباني. اليوم عاملين الاجتماع السنوي للمجلس لعضوات المجلس. كل سنة نحن بنعمل هالاجتماع خاص بالمرأة. طبعا هالاجتماع يجي كالتالي: قراءة التقارير، الوضع السياسي، الوضع التنظيمي، وضع المرأة بالمجتمع، يعني الخطوات الإيجابية اللي بتمر على المرأة بالسنة والخطوات السلبية. بهالسنة كان وضع المرأة في تقدم وفي أماكن يعني وجعت قلبنا كثير، إنه المرأة قد ما تطورت في سلبيات بتوقفها. هالسلبيات أثرت عليها، مثل حالات القتل اللي صارت. كثير صارت حالات قتل، بس في حالة كثير تأثرنا فيها، مجتمعنا هون كثير تأثر فيها. البنت اللي عمرها 14 سنة بالحسكة تحت مرأة جميع وتحت كاميرات التواصل الاجتماعي تم قتلها، كثير تأثرنا فيها. هاي الشغلة سلبية أثرت على النساء. طبعا هون عندنا النساء بالمجتمع أثبتوا وجودهم، خاصة المجتمع المكون العربي. النساء قبل ما كانت تطلع، ما كانت تروح، ما كانت تشارك. اليوم المرأة أثبتت وجودها. طبعا حكينا انه في سلبيات وفي ايجابيات. الايجابيات انه المرأة اليوم عم بتوقف مكانها وعم تثبت وجودها. في سلبيات انه في لسه مجتمعنا مجتمع شرقي، انه نمشي على العادات والتقاليد، انه عيب ولا تروح ولا تيجي. يعني في تحرر وفي لسه ثبات على العادات والتقاليد. طبعا هالسنة كانت سنة حليفة، كان عندنا مشاريع. من أهم مشاريعنا طبعا تفعيل بيت المونة، فعلنا مجالسنا هون كان في تغيرات كثيرة بمجال الإداريات، فتح الروضات والحضانات، فتح دورات تدريبية للنساء، مهرجانات صارت. ومشاريعنا للسنة القادمة 2022 مشاريعنا حافلة. مثل ما حكيت انه هالسنة حالات الانتحار كانت كثيرة، وحتى مو حالات انتحارات، اللي لاحظنا انه حالات قتل للنساء تحت مسمى اسم غسل العار. بس للأسف انه يعني الإثباتيات ما بتكون مقنعة، فبتسجل الجريمة ضد مجهول.
انه ما في اثباتيات بين ايدينا نثبتها انه مثلا هالمرأة انقتلت من طرف ابوها او اخوها او زوجها، ما بيكون عندنا اثباتيات ثابتة. وللاسف انه بتروحي بتحقق بالموضوع ما حدا بيوقف مع المنتحرة. وضع المرأة بالمجتمع، وضع المرأة بالبيت، وضع المرأة بحياتها العادية كان واضح يعني بقراءة التقارير انه المرأة اثبتت وجودها، بس حكينا انه في عادات وتقاليد مسيطرة على المرأة والمرأة لسه بدها دورات. فمثل ما حكيت لك انه هالسنة في نواقص كثيرة، في خوف من المرأة. مشروعنا ل 2022 فتح دورات تدريبية للنساء مشان يخرجوا من هالصمت ويكسروا حاجز الصمت، كل واحدة تكون عندها ثقة بنفسها أكثر من هيك. يعني إن شاء الله السنة القادمة رح تكون سنة خير على كل النساء، ورح تكون إن شاء الله سنة بلا انتحارات وقتل للنساء. عدد النساء في مجلس المقاطعة 129. زيارات دورية للرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعة لجميع المجالس التابعة لها. الاجتماعات التي عقدت في مجلس مقاطعة كوباني والبلدات التابعة لها خلال هذا العام 532 اجتماع. اسمي خديجة حمو من منطقة سرين، لجنة اقتصاد. جاي اليوم نحضر الاجتماع السنوي للمرأة. المرأة بشكل عام بمنطقة سرين يعني في تطور من ناحية العمل. انجزنا هاي السنة، فتحنا روضة وعملنا الحمد لله يعني مستمر كلجان المرأة، كل وحدة بعملها، لجنة الشؤون، لجنة الصحة، لجنة الاقتصاد، لجنة المرأة، الرئاسة المشتركة للناحية. وضعنا تمام الحمد لله، بس بدنا شوية مساعدة من المشاريع ندعم المرأة فيهن. ما عندنا مشاريع هناك بنوب، نتمنى لو انه من الادارات تدعمنا شوي، نطور المرأة شوي، الايدي العاملة تتطور عنا شوي. من ناحية العنف ضد المرأة في عنا لسه في عنا يعني انه الرجال ما عم يتقبلوا هالشيء هذا، ما بتقبلوا يشوفوا المرأة هي اللي عم تقوم، هي اللي تدير حالها، هي اللي تطور حالها، ما عم يتقبلوا هالشيء هذا شوي عم يعكس علينا من جانب عملنا كمان. اي مرة يشوفوها انه بلشت تطور حالها، تحرر حالها، في عندهم غيرة، خصوصي شعب منطقتنا ما بيتقبل هالشيء هذا، ونحن شوي عم نحاول نخليهم يتقبلوا هالفكرة هاي ونطور حالنا، نعمل شوية على حالنا. عم نلاقي صعوبات بس إن شاء الله رح نتحدى هالصعوبات ونتجاوزها. برامج عمل المستقبل: زيارات لجميع لجان الشؤون الاجتماعية، عقد اجتماعات للنساء لجان الشؤون الاجتماعية، تأمين فرص العمل للنساء اللواتي لا معين لهم، لجنة الشؤون الاجتماعية.